عمر شاور طلع أذكى مما توقعنا، وزرع جهاز تتبع في جسم توليت علشان لو غدر بيهم يعرفوا يحددوا مكانه بعد كده، لأنهم كانوا عاملين حسابهم إن هو هيغدر بيهم ومش هيقولهم على مكان القيصر وهيطفش منهم بأي طريقة ويروح للقيصر مكانه. لكن عمر شاور والتيم بتاعه هيقدروا يروحوا للمكان ده عن طريق جهاز التتبع بكل سهولة. طبعا كلنا شفنا اللي حصل في الجزء اللي فات لما توليت استغل ان هما منشغلين وراح نطت في المية، بالرغم من انه كان قايل لهم ان هو مش بيعرف يعوم. واضطروا توليت يعمل كده لانهم كانوا بيعذبوه لما كان في الفيلا، وما كانش قدامه حل يهرب منهم غير بالطريقة دي، ان هو يكذب عليهم ويدلهم على مكان غلط وبعد كده يخلع منهم. وتوليت كان عليه ضجة كبيرة جدا الفترة اللي فاتت، وكل الناس نفسها تعرف هو مين. وفي ناس كانت بتقول ان هو خفاجي، وناس تانية بتقول ان هو ابن عمرو دياب، وناس تالتة بتقول ان هو احمد شوقي. لكن بعد كده ظهر مع احمد شوقي وبال بعض، وازاي هيبقى احمد شوقي وهما الاتنين واقفين جنب بعض؟ لكن الاغلبية كانوا شايفين ان هو خفاجي او ابن عمرو دياب، لكنه في الاخر مصر يعلن عن نفسه، مش هيفضل مستخبي تحت القناع طول العمر. وبالنسبة للمقلب فعمر شاور عمل اللي ما كانش حد متوقعه، وزمانه دلوقتي عارف مكان القيصر وكمان بيتصنت عليه لان جهاز التتبع في مايك. وشاور في الجزء اللي جاي هيطب على القيصر في المخبأ بتاعه، ويقدر ياخد منه درع ال10 مليون، ومش بعيد ينتقم منه وياخد منه حاجة زي ما خد منه الدرع. واحنا دلوقتي بنتفرج على شاور وهو بيدور على قيصر وبيحاول يوصله، لكن بعد كده الطاولة هتتقلب وقيصر هو اللي هيدور على شاور. ولحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو لكل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.